البيت اللي سكنه الجان بعد موت الطفل. جدة أحمد كانت دايما ست طيبة وهادية، بس الليلة دي بالذات ما كانتش زي أي ليلة. نامت وهي تعبانة شوية، لكن في نص الليل صحيت مفزوعة من حلم مرعب. شافت في منامها ست شكلها مرعب جدا، وشها شاحب وأسنانها طويلة وبارزة، وشعرها أبيض ومنفوش زي النار، وعينيها مش زي عيون البني آدمين. كانت جاية بالطول كده كأنها شقين سود بيلمعوا في الضلمة. الست دي قربت منها وقالت بصوت خشن: انتي ضربتيني بعينك يا ولية، بس انا هرجع اذيكي او اذي حد من ولادك. قبل ما الجدة ترد حست بقرصة قوية جدا في دراعها، صرخت بصوت عالي: